السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة عندنا الحلقة الثالثة من كورس البايثون. في الفيديو ده بإذن الله هنتعلم الكومنتس أو اللي هي الهامش، ازاي هعمل هوامش أو كده. تمام. بس قبل ما نعرف ازاي احنا هنعمل هوامش لازم نعرف ايه استخدام الهوامش الأول في شغلنا. طيب هنحتاج الهامش ده لو عايز اشغل كود معين، يعني انا دلوقتي قدامي كود معين او عايز اشغله، بس الكود ده معاه اكواد تانية، الاكواد التانية دي انا مش عايز اشغلها، هعمل ايه؟ هروح جاي كده هو عند مثلا هكتب دلوقتي لازم يتكتب صح زي كده، ومثلا هكتب 55. طب كده الامر ده لو عملت رن على طول هيشتغل اهو 55. طيب انا مش عايز اشغله، هعمل ايه؟ هروح جاي جنبيه كده اهو، ماشي، هاجي جنبيه الناحية دي قبل الأمر كده أهو، وأروح عامل هاشتاج، أضغط شيفت أو تلاتة وأعمل هاشتاج أو على حسب الكيبورد عندك، وأروح عامل سبيس كده أهو. كده لو جيت أشغله ما اشتغلش، بصوا ما اشتغلش، مش راضي يكتب لي 55، مش راضي يكتب لي 55 لأنه كده مش شغال، كده الأمر مش شغال. طيب هحتاجه في إيه برضو؟ هحتاجه لو أنا قدامي برضو أكواد كتير وعايز ألغي كود معين، بس مش عايز أمسحه خالص، يعني أنا عايز ألغي الكود ده بحيث ان هو ما يشتغلش عشان هشغل كود تاني اجربه، بس الكود ده انا هحتاجه بعدين ومش عايز ان انا امسحه من قدامي، فبرضه هستخدم الهامش زي ما انا عملت. افترضوا دلوقتي انا شغال على مشروع في شركة معينة، وطبعا يعني انت شغال في شركة يعني هتشتغل مع اكتر من واحد، فانا دلوقتي مثلا الكود ده مهم لطباعة رقم 55، ماشي. انا دلوقتي لو حد جه اشتغل مكاني مش هيعرف الكود ده انا كتبته ليه او بتاع ايه، فانا دلوقتي عشان اكتب جنبه مثلا كده اهو، مثلا يعني انا دلوقتي هخلي الكود ده يشتغل. تمام، خلي الكود ده يشتغل. طب واحد لو جه مكاني ومش عارف انا كتبت الكود ده ليه، انا عايز اعرفه بقى، انا عايز اعرفه لما يجي يشتغل اعمل ايه؟ اروح كاتب هاشتاج كده اهو، وكاتب مثلا ان الكود ده لطباعة امر او لطباعة رقم 55 وخلاص، نختصر على نفسنا. فلما اجي اعمل ران دلوقتي هو كتب لي 55، ما كتبليش اللي انا كتبته ده اللي في الهامش ده، لكن لو حد جه اشتغل معايا في نفس المشروع دوت هيعرف انا كتبت ليه الرقم ده، عشان هحتاج ان انا اطبع الرقم 55. فبرضو انت هتحتاج الهامش ده لو شغال زي ما قلت على بروجكت معين او مشروع معين، لازم تعمل حاجة زي كده بحيث ان لو حد جه اشتغل مكانك او يكمل عليه، لان ده اكيد يعني انت بتشتغل على بروجكت في شركة، الشركة دي فيها اكتر من شخص بيشتغلوا على نفس المشروع، فانا دلوقتي خلصت شغلي هسلم الشغل ده لواحد تاني، فالتاني ده عايز يعرف انا ليه كتبت الاوامر دي او الاوامر دي بتاعت ايه، فلازم ان انا اعمل الطريقة ديت عشان هو يفهم بتاعت ايه. لو عايز بقى اختصارا انا قدامي مثلا اكتر من امر، انا قدامي الامر ده وقدامي امر زيه مثلا، يعني انا هعمل ده كوبي كده اهو، وهدخل على السطر التاني، عايز ادخل على السطر التاني، نفس الامر نفس الامر نفس الامر نفس الامر نفس الامر. طب انا قدامي اكتر من امر، و الاوامر ديت عايز اختصر على نفسي، بدل ما اروح عند كل امر واحط علامة هاشتاج كده، ان انا افصل الاوامر دي كلها مره واحده واخليها ما تشتغلش، اعمل ايه؟ هروح محددهم كلهم بالشكل ده كده اهو، ماشي، وهروح ضاغط كنترول وزاد، كنترول وزاد كده اهو. تمام، كده ما اشتغلوش، كده خلاص لو عملت رن بصوا ما اشتغلش، ما كتبليش 55 هنا. عايز اشغلهم تاني مع بعضهم، عددهم بشكل كويس، وهروح اعمل كنترول وزاد برضو، كده اشتغلوا اهو تاني، لو عملت رن اشتغلوا تاني، المهم ان هم اشتغلوا تاني 55 55 55 55 55 كتير قوي، المهم ان هو كده اشتغل تاني. فبس ده كان فيديو سريع كده، وفيديو يعني 5 دقايق. تمام، كنا بنشرح يعني ايه الهامش يعني او ازاي نعمل هامش. تمام، يبقى باختصار بتحط قبل اي امر علامة الهاشتاج دي بحيث ان هو يكون امر ملوش لازمة، او الامر ده ما يشتغلش دلوقتي، يعني انا مش عايز اشغله دلوقتي وعايز اجرب امر تاني، بس انا مش عايز امسح الامر من قدامي،
فبعمل له هامش كده بحيث ان هو ما يشتغلش، اخليه هامش بعلامة الهاشتاج دي بحيث ان هو ما يشتغلش. فالفيديو جاي باذن الله هندخل في الجد قوي قوي قوي. الفيديو جاي هيبقى عندنا حاجه اسمها الفاريبلز او المتغيرات، مهمه جدا 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 جدا، وهنقعد فيها اكتر من حلقه باذن الله. كالعاده هتلاقوا رابط قناه الواتس في الوصف. هنزل عليها ملخص شرح لكل فيديو، زي الفيديو بتاع النهارده هينزل عليه ملخص شرح باذن الله للفيديو بتاعنا ده، عشان لو حد عايز يأكد على معلومة معينة أو ما فهمش حاجة معينة وعاد الفيديو أكتر من مرة وبرضه ما فهمهاش، يبقى قدامه ملخص كده هو يفهمه برضه. فوصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم في الحلقة الرابعة بإذن الله مع المتغيرات. السلام عليكم.